السلام عليكم، إن شاء الله راكم كاع بخير. إذا اليوم جبتكم بتحلية تحلية القطايف. تجي شوية بريستيج. بنة عظيمة، بنة بزاف، تجي بزاف بزاف بنينة. إذا يلا معايا تشوفوا طريقة التحضير. إذا هنا في كسرونة عندي كاس إلا ربع موا ان دوا تاع جو دو سيترون تاع القارص، وعندي هنايا 4 كاس تاع ما، وكاس نفس الكيل مع العصير تاع السكر. اذا هنايا عندي مغرفة كبيرة مايزينا نشا، مغرفة تكون كبيرة كبيرة يعني بومبي. وهنا عندي 3 حبيبات بيض. لان هذه هي الكريمات، كريمة الليمون. اذا هنايا نبداو بيها باش هكاك تبرد لنا ونقدروا نكملوا بها الوصفه. لان راح نخلط الكل بارد في بارد، وراح نديرو على نار تكون متوسطه وما نحبسش هنايا من التحريكه. اذا نتحرك حتى وين تولي الكريمه تاعنا عاقده كما راكم تلاحظوا هنايا معايا في الفيديو. اذا هنا نحركها جيدا. وهنايا راح نديرها دون ان سالاديي باش هكاك نخبيها في الفريجيدير باش تبرد لي. اذا وهنايا من جهه واحده اخرى عندي هنا كسرونه، وهنا درت راني ندوب في السمن. اذا هنايا درت حوالي 4 مغارف كبار هكاك السمن، وراح ندوبهم. وموراها جبت هنايا القطايف توعي. هنا السمن تاعي راه داب. هنا عندي 2 مغارف كبار سكر كلاص، سكر ناعم. اذا هنا نجيب القطايف توعي، وهنا راح نقطعهم، جو بريفير نقطعهم انايا بالمقص باش هكاك يجوني الصغار، تسمى ما يجونيش هكا الكبار، ويجوني صغار ونقدر نخدم بيهم عادي. لان هنا راح نقطعهم صغار، نقطعهم هكا عشوائيا، نقطعهم عشوائيا. تقدروا مام بيديكم يتنحلوا فاسيلمون. اذا هنايا راح ندير هذاك السكر كلاس، حوالي 2 مغارف كبار هكاك من السكر الناعم، وراح ندخله داخل القطايف. ما تخافوش ما راحش تجي حلوة، لاخاطش تسمى كريمة الليمون شوية تجي شوية هكاك قارصة، الو ما تخافوش عليها. وهنايا راح نديرو، اذا نشمخوها هنايا بالسمن. لازم تكون الكمية يعني لاباس بها. وانا فقط بالايدي راح ندخل هذيك السمن مع القطايف. اذا القطايف تحب مليح السمنه، تحب السمن القطايف باش هكاك تجي مقرمشه وتجي حمراء وتجي طيبه بيان. وانا درت هذا المول تاعي، المول العادي اللي كيما سماوه، وانا دهنته بشويه سمن في قاع الجوانب. تقدروا ديروه في دي بتي مول ولا دي بتي غامكان، تقدروا ديروه في اي مول عندكم متوفر في البيت. اذا هنا راح ندير كاع كامل القطايف تاوعي. وهنا شعلت عفوا الفرن نتاعي على 180 درجة هكاك، باش لازم يكون الفرن تاعكم يعني ساخن جدا. وانا راح نسويها كاع في المول باش ما تجيش جهة هابطة وجهة طالعة. راح نسويها هنا جيدا. وهنا راح نزيد لها شويه هكاك السمن من الفوق باش تجيني هذيك لا دورور. هنا ذوبت شويه السمن في ميكرووند وراني ندير فيها هكذا من الفوق. وهنا راح ندخلها الطيب حوالي 30 دقيقة. تسمى لازم تجيكم حمرة، لازم تجيكم حمرة وطيبة
بالبزاف باش تجيكم بنينة. إذا وهنايا من جهة واحدة أخرى لهنايا طلعت كاس شونتيي مع نص كاس ما. إذا لا كريمة شونتيي عادية انا طلعتها منها بالما. وهو هنايا الفواكه اللي متوفرين عندي شوية لافخاز شوية بانان. وهنا بعد ما بردت لي الكريمة الليمون بردت لي جيدا، انا راح نضيف عفوا قبل راح نخبطها من مليح بالباتور باش هكاك تنحل جيدا. راح نخلطها مع لا كريم شانتيي هكاك تجيكم كريم دبلومات وسيترون، تجي بنينة بنينة بالبزاف. لان هنايا القطايف تاعهم طابو، وانا نزلتهم شويه عسيله شويه هكذا من الفوق. تقدروا ما ديروهاش تقدروا ديروا سيرو، تجيبوا سيرو نورمال كاس ما وكاس سكر وين ترونش دو سيترون. تقدروا ديروا راسيله كيما درت انايا. اذا هنا راح نخلط الكريمه مع كريمه الليمون مع لا شانتيي. نخلطها جيدا. هاي اللي كيفاش جات خفيفه 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 بالبزاف، والاهم انه جات بنينه. وهنايا بعد ما دفات لي شويه القطايف فانا راح نقلبها. ايوا تقلبت لي يعني بيان وحمرت لي كيما راكم تشوفوا هنا معايا. وهنايا لك الكلمه تاعي راح نديرها في اون بوش باش تسهل لي العمليه وتسهل لي الديكور تاعها. انا راح نسوي الكلمه تاعي والفواكه تاعي قطعتهم. وهنا الديكور بيان سور يقعد اختياري كل واحد كيفاش ديكوري بيان سور ديكوري لي غاتو تاعها ولا اي حاجه دارتها. وكل وحده واش عندها تاني في الدار. تقدروا تزيدوا الكيوي، تقدروا تزيدوا التشينا، تقدروا تزيدوا المكسرات. اذا تقدروا اولو ديروا الفواكه تقدروا ديروا المكسرات تجيكم تاني بنينه. وانا ذوبت شويه لا جولي في الميكرووند وراني نجولي في لي فريز تاعي باش تقعد لي هذيك لا كولور تاعهم. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، قطايف بريستيج، قطايف بالفواكه والكريمات الليمون. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ان شاء الله تجربوها واللي مازال ما ابوناش تابوني في الصفحه. اذا نتمنى لكم نهار مبارك، تهلاو في روحتكم، مع السلامه.